3 بنات كل واحده من ام مختلفه بيتجمعوا في بيت واحد تنفيذا لوصيه ابوهم عشان ياخدوا الميراث. اكيد عرفت انا بتكلم عن مين. ليه كل ما بيجي بنقعد نتفرج عليه برضه وافهاته حاضره معانا لحد دلوقتي؟ ليه بنحب فيلم حب البنات؟ فيلم خفيف وقصته حلوه بيعلق مع قلبك قبل عقلك، وببساطه كده عشان اكيد شفنا نفسنا في واحده من بنات ابو حجر. ندى كانت الاخت الكبيره اللي بتحتوي رغم ان الوضع ما كانش عاجبها، بس كانت ذكيه كفايه ان هي تتعامل معاه وتحتوي الموقف وتحتوي اخواتها والظروف اللي جمعتهم سوا، وفوق كل ده قدرت تخلي بالها منهم وكانت طباخه هايله جدا. غاده بقى اللي كان واضح ان عندها دادي ايشوز جدا بدليل كلهم مصطفى ابو حجر. اكتر جمله معلقه مع البنات لحد النهارده. غاده كان اكتر واحده باين عليها تاثير ابوها السلبي، وكانت طف قوي، كانت خايفه تحب، خايفه تتعامل مع الناس، وزي ما كانت بتقول انا اجرح ما اتجرحش. ورؤية اللي جايه من انجلترا على ثقافه جديده وتايهه ومش قادره تتعامل مع الاختلاف زي اغلب بنات سنها، وحاسه ان هي في مكان مش بتاعها وتتاقلم فيه بصعوبه. مهيب جه بقى وكان عامل زي سلطه الزبادي اللي جت ورطبت على قلوبهم بكل اللي فيها، جارهم وصديقهم ودكتورهم النفسي اللي كان بيعالجهم من تاثير مصطفى ابو حجر عليهم، وهو اللي اكد لنا ان كل المشاكل النفسيه سببها الحب. الفيلم ده كان بيناقش دور الدكتور النفسي بطريقه لذيذه قوي، وانك مش لازم تبقى واصل لمرحله ان انت بتكلم نفسك عشان تفكر تروح له، وزي ما مهيب قال مين فينا سليم؟ كلنا مليانين بلاوي. السيناريو، اختيار الممثلين، كادرات التصوير، الموسيقى، الالوان، كل ده كان بيسحلك مع ابو حجر. مش بس كده، الكوميديا اللذيذه اللي كانت في الفيلم خلت حب البنات ينجح، ولحد دلوقتي لسه بنتكلم عنه بعد 19 سنه. بنات ابو حجر كانوا بيدوروا على حاجه واحده بس في كل واحد دخل حياتهم، سواء عمر او كريم الشرقاوي او حازم اللي كان صوته حلو قوي يا انسه غاده، كانوا بيدوروا على ان هم يطمنوا ويملوا الفراغ اللي سابه ابوهم في حياتهم بسبب جوازه الكتير وفراقه ليهم، فكانوا دايما بيمشوا يدوروا على الحب اللي بيقوي ما بيضعفش زي ما ندى قالت بالظبط. ولو ركزنا هنلاقي ان احنا كمان بندور على الامان في اهلنا، في اصحابنا، في الناس اللي بنحبهم. فجهزوا الفشار عشان في حلقه كمان من اللي بنحب. انا حبيبه وده تيكتي.